مصر فيها مستعمرتين لمرضى الجذام بقالهم اكتر من 70 سنه، واحده في الاسكندريه في منطقه العميريه ودي فيها 30 مريض سابق تقريبا، والمستعمره الثانيه في ابو زعبل ودي الكبيره وفيها 500 مريض سابق تقريبا. وهتعرفوا ليه دلوقتي انا بقول مريض سابق ما بقولش مريض وبسكت. المستعمرات دي في الاول يا جماعه كانت عباره عن مستشفيات عاديه لعزل مرضى الجذام، لكن اسمها اتغير من مستشفى المستعمره لانها مع الوقت اتحولت لمجتمع موازي. مصابين الجذام جوه اتجوزوا من بعضهم وخلفوا، واولادهم اتعلموا في مدارس فتحت جوه في المستعمره، واشتغلوا كمان مزارعين في الاراضي اللي حواليهم وزرعوها صبروا تين. وفي حرف تانية جوه يا جماعه زي الحداده والنجاره والغزل، يعني من الاخر كده هو مجتمع جوه مجتمع. ظهر علاج مرض الجذام في الثمانينات تقريبا. اللي عايشين دلوقتي في المستعمره هم مش مرضى جذام ولا حاجه، والمرض كمان ما عادش فيه خوف منه زي الاول. يعني العدوى اللي كانت مسببه للناس ذعر واي حد بيعرف ان شخص عنده جذام كان بيهرب منه وبيعنصر ضده كمان وبيرفض ان هو يتعامل معاه، مش موجود زي الاول. تاثير الجذام على اطرافهم وعلى شكلهم خلاص خلص ثبت، يعني هو ده دلوقتي شكل هم متعايشين بيه. والنهارده اي حد مريض جذام بيقدر يتعالج وهو في قلب بيته عادي ويقدر يمارس حياته الطبيعيه ويروح الشغل ويرجع، مش زي الاول ان هو كان لازم يروح المستعمره دي ويتعزل مع المجتمع اللي جوه. وعلشان كده لو انت دخلت مستعمره الجذام مش هتلاقي غير ناس كبيره في السن، يعني اعمارهم كده 40 50 وانت طالع. والسبب اللي مخليهم عايشين لسه هناك مع انهم خلاص خفوا من المرض وما بقوش خطر على العالم الخارجي ولا حاجه، انهم اتعودوا على العيشه جوه، يعني عملوا هناك مجتمع. وحتى الان لسه هم بيقولوا ان هم بيعانوا من العنصريه ومن التعامل بشكل مش كويس من الناس بره المستعمره. يعني انا اتكلمت قبل كده مع ناس تعتبر ان هي مثقفه وهم فعلا الحقيقه لحد دلوقتي بيخافوا من مرضى الجذام وبيخافوا من التعامل معاهم. فما بالكم بقى يا جماعه ان الناس دي اغلبهم جاي من مناطق يعني ما فيهاش وعي وثقافه زي المدن، فتخيلوا بقى الناس هناك بيعاملوهم ازاي. يعني لو انتوا شفتوا فيلم اسماء اللي كانت هند صبري فيه بتمثل دور واحده مريضه ايدز، شفتوا تعامل الناس معاها كان عامل ازاي؟ نفس المعامله دي كان برضو بيتم التعامل بيها مع مرضى الجذام، يعني مع ان المرضين ممكن ان احنا نتعامل مع اصحابهم وما نعنصرش عليهم وسهل جدا ان احنا ندمجهم في المجتمع معانا. يعني يا جماعه هبسطها لكم، مريض الجذام خلاص هو مر بفتره المرض، اللي حصل له تشوهات حصل له تشوهات، واي ضرر كان هيقع عليه من المرض هو خلاص وقع عليه، يعني اللي حصل حصل من الاخر. وات از دان از دان. حلوه الحته الانجليزي ايه؟ انجزي ماشي. وفي كتير في المستعمرات دي يعني بين كل فتره والتانيه بينزل كده يزور اهله في البلد وبيرجع تاني المستعمره، يعني بالنسبه له المستعمره دي هي بيته الاصلي، البيت بقى ده بيروح له زيارات ويرجع. الحقيقه يا جماعه ان الوضع هناك في المستعمرات مش احسن حاجه، يعني في مكان بيناموا فيه ماشي، في ادويه، يعني الدنيا ماشيه. وطبعا في فاعلين خير كتير يعني ربنا يرزقهم يا رب اكتر، بيروحوا فعلا هناك وبيودوا وجبات وبيودوا اكل. لكن الحقيقه يا جماعه ان مش ده بس اللي سكان المستعمره محتاجينه. فاعلين الخير لما بيروحوا بيودوا لهم وجبات جاهزه، الحقيقه ان هو بيبقى فيه وجبات كتير جدا زياده عن اللزوم، والوجبات دي بتترمي محدش بيستفيد بيها. يعني اكتر من حد من اللي بيروحوا المستعمره قال ان هم في المستعمره بيقولوا للناس لو عايز تيجي تجيب لنا حاجه معاك هات لنا حاجات نيه، يعني لحوم فراخ خضار فاكهه، بس حاجات مش مستويه علشان هم يقدروا يحتفظوا بيها وتفضل معاهم وقت اطول، بدل ما بيبقى فيه كميه كبيره من الاكل المطبوخ ما بيعرفوش يستفيدوا منه. وطبعا يعني النواشف اللي هي الرز والمكرونه والحاجات دي بتبقى سهله الحفظ اكتر. مؤخرا يا جماعه ظهر اكتر من حد على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، يعني ربنا يجازيهم كل خير، راحوا بنفسهم للمستعمرات دي ودخلوا واتكلموا هناك مع الناس ومع المسؤولين عن المكان، وبيشجعوا الناس على الفيسبوك ان هم يروحوا ويتعاملوا مع الناس ويهتموا بيهم. والناس دي وضحت لينا وانا منهم ان انا ما كانش عندي درايه كامله بوضع سكان المستعمرات دي، ان الناس دي محتاجه دمج مع المجتمع، محتاجه احتواء، محتاجه تحس ان هي جزء من المجتمع، مش شيء مطرود او شيء غير مستحب وجوده يعني. وربنا يبعد عننا كلنا المرض. وفعلا يا جماعه لو انتوا رحتوا فعلا ووديتوا مساعدات زي اللحمه وفراخ ورز وتونه ومكرونه وزيت وسمنه وكده، يعني اهالي المستعمرات دي هيكونوا شاكرين جدا ليكم. شكرا.